اصطدمت الفتاة عن غير قصد بالرجل الذي كان خلفها، انحنت فورا لتعتذر له، ومع ذلك عندما وقفت أطاحت بهاتف الرجل. حاولت الفتاة التقاط هاتفه، لكن هاتفها الخاص سقط أيضا على الأرض. التقطت بسرعة كلا الهاتفين. في حالة ذعرها أعطت هاتفها الخاص للرجل. في تلك اللحظة لاحظ الرجل أن سوار الفتاة كان من نفس الطراز الذي لديه. كان هذا السوار رمزا بينه وبين رفيق طفولته. قبل أن يتمكن من تأكيد هوية الفتاة غادرت بسرعة. بعد فترة وجيزة رن الهاتف في جيب الفتاة. اعتقدت الفتاة أن والدتها تتصل بها، لذا أجابت فورا. عندما سمعت والدة الرجل صوت الفتاة اعتقدت خطأ أن الفتاة هي صديقة ابنها. أخبرتها الفتاة أنها ستعود إلى المنزل فورا. كانت والدة الرجل سعيدة جدا. أخبرت الفتاة أنها سترسل سائقا لاصطحابها، ثم وجهت الخادمة لشراء المكونات. أرادت أن تطبخ للفتاة بنفسها. شعرت الفتاة بالغرابة. تساءلت لماذا كانت والدتها لطيفة جدا اليوم. لم يمض وقت طويل حتى توقفت سيارة فاخرة أمامها، ودعت صديقتها وركبت السيارة. عندما وصلت إلى الوجهة رأت الفتاة الرجل الذي أطاحت بهاتفه مرة أخرى. اعتقدت أنها تحلم، لذا قرصت وجه الرجل. عندما أدركت أنها لم تكن تحلم استدارت الفتاة لتغادر. أوقفها الرجل فورا وطلب منها إعادة هاتفه. فقط عندها أدركت الفتاة أنهما تبادلا الهواتف. فجأة فهمت أن المكالمة التي أجابت عليها كانت من والدة الرجل. رفع الرجل هاتف الفتاة عمدا وأخبرها أن توافق على شرط واحد. بينما كانا يتصارعان على الهاتف حثتهما والدة الرجل على الدخول لتناول العشاء. لا يريد أن يخيب أمل والدته. طلب الرجل من الفتاة أن تتظاهر بأنها صديقته مؤقتا، ولأن الرجل لا يزال يحتفظ بهاتفها لم يكن أمام الفتاة خيار سوى الموافقة. أحبت الفتاة الطعام الذي طهته والدة الرجل، ومع ذلك بدأ الاثنان في الشجار على الهاتف مرة أخرى. أخبرت الأم الرجل ألا يضايق الفتاة، وشعرت الفتاة بالفخر. عندما عادت الفتاة إلى المنزل تلك الليلة التقت بوالدتها. كانت والدتها تعلم أن رقبتها كانت تؤلمها، لذا حجزت موعدا مع طبيب. في اليوم التالي طلبت الفتاة من صديقتها مرافقتها إلى المستشفى، ولكن بمجرد دخولها رأت ممرضة تسلم الطبيب إبرة بطول 10 سنتيمترات. عندما علمت أن الإبرة كانت لعلاج رقبتها شعرت الفتاة بالخوف الشديد. أرادت فورا المغادرة مع صديقتها، لكن الطبيب ناداها للعودة. كذبت الفتاة وقالت إن رقبتها قد شفيت بالفعل، لكنها التوتها مرة أخرى عن طريق الخطأ. بعد فحص رقبتها قال لها الطبيب حالتك خطيرة جدا، تحتاجين إلى مراجعة كل أسبوع. تماما عندما كانت الفتاة على وشك المغادرة رأت فجأة بطاقة اسم الطبيب. فقط عندها أدركت أن هذا الطبيب كان الرجل من الأمس.